السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا وعدتكم اول ما الاقي سمكة التونة هعمل معاكم بيها التونة. المرة اللي فاتت عملتها بالمكاريل. انا هنا غسلت السمكة كويس ونقعتها 10 دقايق في مية وليمون وخل، وبعد كده غسلتها كويس وصفيتها. وفي حلة كده فيها مية بتغلي على النار نزلت ببصلاية خضرا مقطعة وبصلاية عادية وليمون سلايس شرايح كده ونص كوباية خل. ونزلت بعد كده بالتوابل اللي هي معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، ومعلقة ملح كبيرة، وكام ورقة كده ورق لورا. بعد كده بقى انا بسيبها ساعتين ونص. المكاريل المرة اللي فاتت سيبناها ساعة ونص. هنا بقى الحلة دي انا بعقم البرطمانات زي ما انتوا شايفينها كده، بسيب المية تغلي كده جوه البرطمانات وبعد كده بصفيها على فوطة نضيفة. هنا بقى لو في اي ريم او اي حاجة طلع من التونة لازم نشيلها ضروري، علشان خاطر طبعا بتبقى دي زفارة. هنا كده استوت، قعدت ساعتين ونص واستوت. انا معايا هنا صينية حاطة فيها مية ساقعة وحاطة فيها مكعبات تلج. هطلع عليها التونة كده. المية والتلج دي بتوقف عملية التسوية، وبعدين بقلبها كده زي ما انتوا شايفينها. وهنا بقى هقشرها كده كويس، وبعدين المية والتلج كمان بتساعد على تقشيرها بسهولة يعني. هي بقى هنا بطلع منها الشوك بالطريقة دي. هي الشوك بتاعها كبير فبيطلع بسهولة. وهخلص بقى كل الكمية دي، وبعد كده هحضر المحلول بتاعنا اللي احنا هنحط فيه التونة بقى. شوفوا بقى انا جايبة السمكة دي 2 كيلو، جبتها ب70 جنيه. شوفوا هتعمل معايا بقى كمية قد ايه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. طبعا لما تيجي تشتري سمكة التونة لازم تشتري السمكة اللي هي لحمها غامق كده. هي دي اللحمة الحلوة الأصلية. بصوا شكلها حلو ازاي بقى وهي قطع. احنا هنا كده هنحضر المحلول بتاعنا. كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع خل، كوباية ونص من الشوربة اللي سلقنا فيها السمك. والتوابل بقى بتاعتنا هتبقى معلقة ملح كبيرة، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة، ومعلقة بابريكا. هنقلب بقى كل ده مع بعضه. وبعد كده جبنا البرطمانات اللي انا عقمتها حطيتها على فوطة نضيفة كده، قلبتها عشان اصفي المية منها. وهنزل فيها كده بليمون سلايس، وهنزل عليها بالقطعة بتاعة التونة. وبعد كده هحط حبة من المحلول عليها، وبعدين هحط حبة ليمون تاني سلايس. بس بص هي هنا كده بقى عملت معانا كمية قد ايه. بسم الله ما شاء الله يعني. هي العلبة تقريبا بحوالي 35 جنيه اللي هي التونة القطع. بصوا هنا دي هتعمل معانا اكتر من 6 علب. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا بنوفر وبندبر عشان نخلي كل حاجة ببيتنا. وده الشكل النهائي ليها. بصوا شكلها جميل ازاي. اهم حاجة بقى لازم نغطي التونة دي بالمحلول كويس ونضغط عليها. انا نص البرطمان دوت المحلول ما كفاهوش، فحطيت كوبايه كده صغيره من الشوربه بتاعت السلق، وحطيت عليها حبه خل وحطيتهم على التونه. هغطيها بقى كويس كده واضغط عليها كده. لازم التونه تبقى متغطيه بالزيت. بصوا عملت معانا بقى كميه قد ايه. بسم الله ما شاء الله. ولا نجيب من الشارع ولا احنا ضامنين نظافتها ومش عارفين جودتها ايه كمان. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، وتقولوا لي لو بتعملوها ازاي. بعد بقى ما خلصنا التونة بتاعتنا ناكلها بعد يومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.